إن كنت تظن أن أرطغرل كان البطل الأكبر أو أن عثمان هو أعظم القادة فأنت مخطئ. هناك رجل آخر، رجل لم يكن فارسا فقط بل كان مهندسا لدولة ابتلعت نصف العالم، رجل لم يكن مجرد فاتح بل كان صانع الإمبراطورية الحقيقية. إنه أورهان غازي، الابن الذي لم يكتفي بالسيف بل كتب بدمائه سطور التاريخ. لكن انتظر، هل كان مجرد امتداد لأبيه عثمان أم أنه غير قواعد اللعبة بالكامل؟ ابق معي، فالحكاية بدأت الآن في حكايات عثمانية تأتيكم على قصة وحكاية، فتابعونا. الجميع يعرف عثمان، الرجل الذي وضع حجر الأساس للدولة العثمانية، المحارب الشرس الذي لم يعرف الخوف. لكن أورهان لم يكن مجرد خليفة لوالده بل كان الرجل الذي حول الإمارة إلى مملكة، والمملكة إلى جيش لا يقهر. عثمان كان الفاتح، أما أورهان فكان الباني. بيده لم تصبح الدولة مجرد قبيلة محاربة بل أصبحت قوة منظمة، لها جيش محترف ولها نظام إداري يذهل الأعداء. لكن كيف فعل ذلك؟ كيف صنع هذا الفارق؟ قبل أورهان كان جيش العثمانيين قبائل متفرقة، جنود يحاربون لمصالحهم ولواؤهم للمغانم أكثر من الدولة. لكن أورهان صنع أعظم مؤسسة عسكرية في زمانه، كانت تسمى الإنكشارية، جيش لا ينتمي إلا للدولة، لا للأفراد ولا للقبائل، لا لأحد. جيش يعيش ليحارب ويموت ليحيا في ذاكرة التاريخ. هذه كانت الضربة الأولى، لكنها لم تكن الأخيرة. كان البيزنطيون يظنون أن العثمانيين مجرد مقاتلين متعطشين للغزو، لكن أورهان لم يدخل في معركته معهم بالسيف فقط بل دخل بعقل أشبه بدهاء الذئاب. هل سمعت عن زواجه من ابنة الإمبراطور البيزنطي؟ نعم، أورهان لم يفتح القلاع وحده بل فتح أبواب القصور البيزنطية نفسها. تحالف أغرب من الخيال، كان زواج بين عدوين، ولكن من الرابح؟ البيزنطيون اعتقدوا أنفسهم سيستخدمون أورهان كورقة سياسية، لكنهم كانوا هم من وقعوا بالفخ. حين أصبح أورهان سلطانا كانت هناك معركة لا يمكن أن يتجنبها، كانت معركة بيلكان، الصدام الدموي الذي غير مصير آسيا الصغرى. في تلك الليلة كانت السماء حمراء بلون الدم وصوت السيوف يملأ الأفق. لكن أورهان لم يكن مثل القادة العاديين، لم يكن على تلة يراقب بل كان وسط جنوده يحارب بيده ويصرخ بأعلى صوته، إما النصر أو الموت. وفي الفجر كان الجيش البيزنطي قد انتهى، وانتهت معه سيطرة الروم على الأناضول. الآن السؤال الذي لن يتفق عليه أحد، من كان أعظم؟ أرطغرل الذي زرع بذرة الدولة، أم عثمان الذي روى الشجرة بدمائه، أم أورهان الذي جعلها شجرة عملاقة تضرب جذورها في الأرض؟ الحقيقة لو كان أرطغرل هو الفكرة ولو كان عثمان هو البداية، فإن أورهان هو التحول الذي جعل الحلم واقعا وحول العثمانيين من مجرد مقاتلين إلى إمبراطورية عاشت لقرون. لكن هل توقف أورهان هنا؟ في الحقيقة لا، فبعده جاء ابنه، ثم جاء حفيده، ثم جاء محمد الفاتح، وكلهم كانوا يسيرون على الطريق الذي مهده أورهان. لولا أورهان لما كان هناك فتح القسطنطينية ولا كان هناك إمبراطورية عثمانية عظيمة. لكن يبقى السؤال، لماذا لا يعرفه الناس كما يعرفون أرطغرل وعثمان؟ هل جهل منا أم أن التاريخ لم ينصفه؟ انتظر الحلقة القادمة، فهناك أسرار لم تكشف بعد. تابعنا في قصة وحكاية.